المسكنات كلها اللي احنا عمالين ناخدها عشان الام الفقرات. هو مجموعه واحده بس مش هقول عليها دلوقتي. بس اغلبها احنا ما ننصحش بيه، بتجيب ضيق تنفس. وانا بص مع الادويه بتاعته. معلش اسمح لي ناخد اول تليفون يا دكتور. اتفضلي. مدام فاتن. الو، ازيك يا مدام ايمان؟ ازيك يا قمر؟ وحشاني قوي. ايه ده؟ ايه الغيبه الطويله دي؟ والله مش عارفه هما ليه بقوا يغيبوني كده. يعني انا غالبا ببقى معاكم 3 و4 وجمعه. أيوة. وجمعه او جمعه لا، لكن احيانا لما الدكتور اشرف قوره يعني بيحب يعاقبنا ويغيب عننا فبتنزل حلقه عاده، ففجاه بلاقي نفسي اسبوع مش معاكم. وحشينا والله يا مدام ايمان. ربنا يخليكي يا رب. انا بصي انا بحس في لايف كلينيك اول ما بتكلمينا. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، ما اقدرش استغنى عنك والله، وانا والله معجبه جدا بالبرنامج ده. ربنا يخليكي يا رب. يعني فعلا تعظيم سلام للبرنامج ده يا فندم. يعني ممكن فعلا يعني رهيب يعني كل حاجه يعني بلاقيها، كل اي اسئله بلاقيها مجابه. طب الحمد لله عليكم. يعني الحمد لله الهدف البرنامج والقائدين على البرنامج كلهم بالحقيقه. يعني ربنا يخليكي يا مدام فاتن. سؤالك يا قمر، اتفضلي. سؤالي بقى ممكن اكلم الدكتور؟ ما سامع حضرتك. بالنسبه السلام عليكم يا دكتور الاول. السلام ورحمه الله. بالنسبه يا دكتور للصغار لما بيكون عندهم الحساسيه، هل يا ترى لو كل ما بيكبروا بتروح ولا ما بتروحش؟ طيب في سؤال تاني ولا بس ده واحد؟ نعم؟ بس واحد، سؤال واحد. هو السؤال واحد لحضرتك. طيب انا هجاوب عليك. بتشغلي التكييف على كام يا مدام فاتن؟ نعم بتشغلي التكييف على كام؟ ما بشغلوش خالص، انا بشغل مروحه لاني بكره جدا التكييف، ما بحبوش. طب مش طب بيقولوا برضه يا دكتور المراوح بتعيي برضه. لا برافو برافو. طب برافو يا مدام فاتن. ثانيه واحده كمان بالنسبه للمداخله مع الدكتور لما قال على التكييف. حضرتك كده بنتي لقت فار في التكييف ونقشت فيه، والهواء بقى يخش بالتراب اللي هو بتاع جسم الفار. فار يعني يعني انا بشكر الدكتور ان هو فعلا بيوعينا من ناحيه التكييف. ايوه فعلا، لان بيبقى في الشارع. اصل هو بيبقى في الشارع فانت مش ضامنه. بس الفار كان حران. كان حران بيتكيف. شكرا يا مدام فاتن على التليفون. ميرسي يا حبيبتي، سلمي لي على حفيدتك القمر. يبقى خلي بالنا من التكييف، يعني ما نفتحوش ونسيبه طول الليل ونسيب الاطفال يناموا. يعني خلي بالنا، انا بلاقي احيانا ناس جايه 12 طفل مولود لسه مثلا يقول لك انا عملته 12، وبعدين الطفل جه لسه مولود جاي عنده مثلا ازمه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت زقعتي الولد وزقعتي صدره وزقعتي الشعب. يعني لا يمكن لا يمكن لا يمكن. 12 ده بس، ده 12 ده انتحار. يعني انا اللي اعرفه ان في اي مستشفى حتى حديث الولاده اول ما الطفل بيتولد حتى لو التكييف موجود بيبقى 25. ممكن طفل يلعب، ممكن طفل يمسكه يقعد يلعب، طفل صغير يلعب ويدوس زي ما يدوس. ممكن ساعات بيناموا عليه ويشتغل طول هو هكذا. أيوه. بالنسبه للسؤال الاستاذه الحساسيه بتخف ولا ما بتخفش؟ اصل احيانا الطفل بيفضل عنده حساسيه ولما نروح للدكتور يقول لك عند سن 7 سنين او 6 سنين بتروح خالص. شو بقى؟ او 8 سنين ما اعرفش. هو علم الحساسيه جديد قوي قوي قوي، وعلم الحساسيه متقدم جدا. يعني انا مثلا ممكن اتكلم كل يوم في الحساسيه، ممكن اتكلم 3 مرات في اليوم الواحد، مثلا في محاضره، في ندوه، في برنامج، وهتلاقي كلامي يختلف لان على مدار الساعه المعلومات بتتجدد. نعم. من ضمن الحاجات الجديده اللي عايزين نعرفها للناس، ايه اللي بيخف عند فتره البلوغ من حساسيه اصلا ما كانش عنده حساسيه اصلا اتشخص تشخيص اخر، الناس شكت، هو يقول لك ما خفش خلاص حط على الحساسيه وخلاص. دكتور ده احنا ساعات بنركب الجهاز التنفسي اللي هو النيبولايزر ده. ما انا هقول لك طول السنين. انا جاي لك. يعني هل احنا في يعني في وهم؟ في حاجات بتلخبط مع الحساسيه زي التهاب شعبي مزمن. هيخلي الصدر يضيق، الشعب ضيقه، فهيلاقي الولد بينهج، وفعلا لما ياخد الجهاز اللي بيوسع ده هيوسع الشعب. خلاص. واحد قاعد عمال قدامه بيدخن قدام طفل، فالشعب اللي هو عنده متهيجه وهتبقى ضيقه. والله انت لو تقول له حاجه توسع هيستفيد. واحد عنده البلغم كتير هيستفيد. واحد عنده حاجه اسمها اللي هو تفاعل مع الفيروسات، ازيزي، اسمه ازيزي. يعني ايه؟ يعني الطفل ده يوم ما يجي له الفيروس ده يوم صدره يضيق، يوم يروح للدكتور، يوم يميل اكتر بتشخيص ان هو حساسيه. يبقى عشان نقول احنا عندك حساسيه ولا لا، بنلجا لاختبارات حديثه كتيره جدا. نقول له عندك ولا ما عندكش، عمرك كام، عمرك ساعه، عمرك يومين، عمرك 60 عندك، هنقول لك بس عمرك كام ونقول له. ما في ساعات يقول لك انا الناس كلها مشتبهه فيا، ما فيش حد عارف. انا مش عارف دلوقتي اخد العلاج ولا ما اخدش، وباخد ده بتحسن وباخد ده بتحسن. دكتور ساعات بتلاقي الطفل نايم طبيعي جدا ويقوم من النوم يعني يقلق بالليل مثلا او الصبح تلاقي بيكح كحه زي يقول لك دايما زي صوت البطه.
دي يعني برضو احد انواع الكحه ليها اسباب كثيره جدا. وبعد كده فجاه يقول لك ده حساسيه، ويفضل الطفل في مضاد حيوي وحقن واحنا اتفقنا المضاد الحيوي ليس له دور في الحساسيه. يعني اي طفل عنده حساسيه صدر ما ياخدش مضاد حيوي خالص؟ هو عنده التهابات؟ اما انا ما اعرفش بقى. ما هو حضرتك حساسيه يعني ايه؟ طب انت مثلا دلوقتي دخلتي المكان ده وبعدين هم كانوا قاعدين مثلا وحاطين البرفانات كتيره جدا، ما حدش بيكح ولا بيعطس، تمام، انت دخلتي عطستي يبقى انت حساسه ولا لا؟ حساسه. يبقى انت بقى السؤال الثاني بقى الجهاز المناعي بتاعك حساس قوي وضعيف شويه قوي؟ لا مش ضعيف قوي، هنقول ان هو رهيف قوي. ده بيتلكك بيتلكك على اقل تركيز من البرفان اللي موجود هنا اللي هم عاملين يشموه ما حصلش حاجه. ايوه هم انت بس نفتوته صغيره تركيز من 1 ل1000 عطستي، يبقى الجهاز المناعي كده بتاعي حساس بيتلكك. ده انا كل حاجه يا دكتور عندي بتتلكك. ده انا البشره عندي شويه الاضاءه دول بيخليني اتعالج شهرين يعني مش عارفه ايه الموضوع. يبقى معناها ان انا حساس قوي حتى في الكلام. يقول لك مثلا واحد بزعله بشتمه ما فيش كده يا دكتور انت جيت لي على الوتر، انا اقل كلمه بزعل انت حساس. معنى ايه بقى؟ يبقى معنى كده ان انا عندي حساسيه للبرفان مثلا. خلاص ايه بقى اللي جاب المضاد الحيوي في الموضوع؟ يقول لك بس انا لما باخد المضاد الحيوي بخف. ما انت فهمت بقى دلوقتي، مش انت دخلت هنا خدت البرفان في المكان ده في الاستوديو وحصل النوبات؟ بعد اسبوع التركيز اللي هنا راح مشي خلاص انت خفيت، فبتفتكر المضاد الحيوي خلاك تخف. طب يا دكتور يعني ده اعتقاد خاطئ. انا هخف اما اتخلص من الاثار الضاره من اللي انا اتعرضت لها. طب خليني ناخد بعض الارشادات للامهات. انا عارفه ان اكتر ناس بتتعب واكتر ناس بتلف على الدكاتره وبتشوف الويل طول الليل في اجهزه التنفس دي الامهات، واحنا املنا ان احنا نرفع مستواهم الثقافي الصحي. ايوه وده هدفنا وهدف برنامجنا، ان الام تقدر ازاي تتعامل مع اولادها بشكل سليم وعلمي. طيب دلوقتي مثلا لما انا ابني يقوم بيكح جامد، صدره مخنوق تماما، بقى له قد ايه؟ خلاص صحي من النوم لقيته كده. طيب اوكي، ابتدي انا اعمل ايه؟ اوديه للدكتور. يعني انا مثلا بنتي مره جالها نفس الحاله بتقول لحضرتك لا الف سلامه، حضرتك كتب لها على حقن مضاد حيوي. ما هي عندها حساسيه ولا ما عندهاش؟ ما هو حضرتك بقى ايه، احنا دلوقتي انا كني حطيت نفسي في مكان المشاهد. طيب. انا بقتش عارفه. طيب. يعني هل لما الدكتور حتى يكتب لها مضاد حيوي انا ارفض كأم ويعني ما اديهاش؟ شوفي مهاره الطبيب دي امانه. هل هي فيها التهاب ولا فيها التهابات؟ يعني طب لما يبقى في التهاب ايه المؤشرات؟ طيب التهابات ممكن هل درجه الحراره بترتفع؟ ما هو بصي والالتهاب ده بكتيريا ولا فيروسي؟ يبقى لازم طبيب. لازم طبيب ولازم فيها بعض المهاره بحيث اقول لك هتاخدي مضاد حيوي ولا ما تاخديش، لان هتحاسب. اقول لك هقول لك ما تاخديش مضاد حيوي، تروح البيت تعالى تقول الدكتور ما دي غلط. ايوه اقول لك خدي تحسن. يبقى ده كده، يبقى عايزه لازم تشخيص جيد. نمره واحد. نمره اثنين ان انا دلوقتي الطبيب قافل التليفون. ايوه مش عارف، بس في من ضمن الحاجات برضو قبل ما اتكلم عن دي في حاجه اسمها السيطره على الربو، السيطره على الحساسيه. من ضمن السيطره في 4 فقرات استراتيجيات مهم جدا. نمره واحد يقول لك الشراكه التامه بين المريض والقائم على الخدمه الصحيه. يعني ايه؟ يعني انا والصيدلي والطبيب والممرضه والاسره والمريض على اتصال مع بعض، وقت ما نحتاج بعض بنكلم بعض. بمعنى اديتك الدواء الطفل خده اساءة تكلميني، لازم ارد عليك، ما ردتش هتكلمي الدكتور الثاني الصيدلي. يبقى لازم في ده يا دكتور احنا عندنا مشكله في مصر، يعني لو فتحنا الملف ده بلاش انا لا ده لازم، ده من ضمن واحد يا دكتور، ده الدكتور بيكتب الروشته، ولو اتصلت بيه بالليل لو الولد حتى سخن النار ولا حصل اي حاجه ما بيردوش لو سمحتوا. دكتور الحساسيه المفروض هيرد. انا دلوقتي دخلت في الاستوديو قافل المحمول، بس انا بطلع بقول لهم لو ما ردتش عليكم تبعتوا لي رساله، فبفتح عليها مثلا 20 رساله. لا حضرتك نماذج جيده، او النموذج المحترم للدكتور اللي بيحب مهنته يعني واللي بيحترمها. انا بتكلم على مجدي بدران بس، لكن معلش انا بشوف دكاتره كتير ما لهمش علاقه بالمريض بعد ما بيخرج من باب العياده مباشره. السيطره على الحساسيه في اوروبا بيبقى 60% لا يسيطرون، في مصر 90% لا يسيطرون. يبقى احنا عايزين نرفع النسبه، مش هقول لك بص 100%، بس نمره واحد في الاستراتيجيه دي الشراكه. يعني لازم تديني تليفونك يا ما اكلمك اعمل ايه، مش هترد عليا اتصرف ازاي. نمره واحد. نمره اثنين لازم اديكي حاجات مكتوبه بخط ايدك اللي ما بيعرفش يقرا، عشان فعلا الواحد بينسى. يعني مع دلوقتي انت قلت البنت لازم فيها خطه مكتوبه متعلقه على السرير وفي المدرسه وفي المطبخ، وما تروح الشغاله هتعرف ايه ونينا وتيتا والكلام ده. والله اذا البنت بتكح اكتر من 5 مرات حد الدواء الفلاني. والله اذا خدت الدواء الفلاني ومفيش فايده بدي البوسه. والله اذا مش كده بدي الجهاز. والله اذا عملت الحاجات دي كلها ما تقعديش في البيت فورا، انزلي اقرب مستشفى خدي جلسه، بعد كده خدي اكسجين، لا تتحجزي، لا تجي لي او لازم اجي لك. يبقى
في خطوات هعملها. والله انا بقالي يومين عمال اديله دواء مفيش فايده، ايه اللي خلاك تقعد يومين؟ ايوه بالظبط. بس انت قلت لي تجي لك بعد اسبوع. أيوة. بس لو ده سليم لو سليم اقعد بعد اسبوع، لكن لو قايل لك خدت الجلسه 3 مرات ما تقعدش في البيت.